السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل اكله حلوه قوي، اكله مصريه. هنعمل مع بعض اللوبيا باللحمه. طبيخ اللوبيا باللحمه، اكلات زمان وريحه زمان. هنعملها بطريقه سهله خالص، مش هتاخد معانا وقت خالص خالص. ممكن تاكلوها بقى بعيش، برز بشعريه، برز ابيض، ممكن بعيش بلدي. اللي انتوا حابين تاكلوه، يعني بتاكل بالعيش بالرز باي حاجه. وبألف هنا وشفا. ان شاء الله بقى هنعملها بطريقة سهلة خالص، ويلا بينا بقى نشوف المقادير على طول. اول حاجة هنا عندي كيلو من اللوبيا. تمام، كيلو من اللوبيا او نص كيلو من اللوبيا على حسب الكمية. انا عندي هنا كيلو من اللوبيا الناشفة، بجيبها من عند اي عطار، بيبقى فيها نقطة سودا كده، دي اسمها اللوبيا. اول خالص بحط عليها مية كده ليلة كاملة، بنقعها في المية عشان خاطر ما تاخدش وقت في السوا، عشان خاطر كمان حجمها يتضاعف وتبقى حجمها كويس وما تاخدش وقت في السوا معايا خالص. تمام، فانا حطيتها من بالليل وعملتها الصبح، يعني ممكن تكون اخد معايا 8 ساعات منقوعة يعني في المية. هغطي عليها كده وهسيبها على الرخامة بتاعة المطبخ بتاعتي لحد الصبح. بعد كده هنعملها مع بعض. اهم حاجه طريقه النقع ده، لو انت ما نقعتهاش عادي خالص، ممكن تسلقيها على طول وتطبخيها، بس هتاخد وقت شويه معاكي في السليق وفي الطبيخ، وهتاخد وقت في السوا نفسه. تمام، هنا بقى شايفين عدى ليله كامله، شايفين حجمها اتضاعف ازاي، الحبايه نفسها كبرت شويه، وكمان لونها بقى فاتح شويه واتضاعف حجمها. هنزود عليها بقى ميه وهنحطها على البوتاجاز تتسلق براحتها خالص. انا اخدت معايا، ممكن تاخد معاك نص ساعة، تلت ساعة، يعني ساعة الا تلت. تمام، على حسب يعني على حسب اللوبيا بصراحة بتاعتك. بس انا اخدت معايا نص ساعة وكانت مستوية وجميلة خالص. كل ده عشان انا نقعتها. بعد كده بقى لما تتسلق بقى معايا، هنعمل مع بعض الصلصة بتاعتها. تمام، هي كده كده ما بتاخدش اي وقت خالص في السوا. الصلصه سهله خالص. هنحط اوخص معلقه سمنه، تمام، وشويه زيت عليهم، معلقه كبيره من السمنه وعليهم بتاع معلقتين زيت. وكمان كنا بشرين بصلايه كبيره ناعم، ضربينها بقى في الكبه او بشرينها بالمبشره، او حتى مقطعاها بايدك عادي خالص. انا كنت ضربها في الكبه بصراحه ناعم. بعد كده هشوح فيها كويس جدا لغايه لما تبتدي تاخد اللون الذهبي الفاتح كده. تمام، وطبعا انا عندي لحمه مسلوقه. طبعا انا ما سلقتش في الفيديو ده لحمه معاكم، عشان انا سلقتها كذا مره في كذا فيديو يعني. فطريقه اللحمه السهله خالص ممكن اقولها لكم في السريع. طريقه اللحمه المسلوقه عباره عن ايه. بتجيبي اللحمه تحطيها في ميه. تمام، الاول خالص بتحط عليها مثلا جزرايه مقطعاها طرنشات كده، وطماطمايه بتبشريها وتحطيها، وبصل. تمام، وورق لورا وحبهان وميه، وبتحطيها بقى بتحطيها لغايه لما تبتدي تغلي. وبعد كده بتحطلهاش ملح خالص غير لما تبتدي تدخل في السوا بتاعك. لو حطيت لها ملح من الاول هتتاخر معاكي في السوا. بس كده، دي كده اللحمه المسلوقه بتاعتنا. انا سلقتها وحضرتها قبل ما اصور. تمام، قبل ما اعمل اللوبيا اصلا. بس كده. فهنا بقى ضفت معلقه توم صغيره على على البصل، وقلبتهم كويس قوي. وبعد كده ضفت معلقه صغيره كده من السكر، بتديها طعم حلو قوي كده، بتديها كلمره حلوه وطعم حلو قوي للصلصه. انا طبعا هجيب كيس صلصه بقى، ده كيس صلصه من اللي انا مفرزاه، فرزته معاكم كذا مره برضو. بشوفوه على القناه، هتلاقوا فيديو تفريزات الطماطم. سهل خالص. بطلع كيس كده لغايه ما يفك، وبعد كده بضيفه على البصلايه بتاعتي. تمام، وهنا بقى طبعا الطماطم بتاعتي متسبكه وتقيله، فانا ضفت على طول اللوبيا بتاعتي كانت اتسلقت، فضفت على طول اللوبيا، هديها تقليبه كده وهزود عليها ميه. تمام، عشان كده كده اصلا الصلصه دي تقيله، فلازم يتزود عليها شوربه او ميه. انا هزود عليها شويه شوربه وشويه ميه. انا زودت الاخص ميه كده عشان عايزه اللوبيا الاول خالص من غير اللحمه تاخد غلوه كده من غير اللحمه. تمام، اول ما شايفين اخدت الغلوه كده، فجبت اللحمه بتاعتي بعد ما سلقتها، قطعتها صغير كده بالمقص بتاع الاكل عادي خالص مكعبات. وانا اللحمه بتاعتي ملبسه شويه. تمام، بتبقى حلوه جدا. حابه تضيفي لحمه حمرا صافيه براحتك، بس دي لحمه ملبسه كده. وكمان في ناس بتضيف لحمه راس عادي خالص، وضفت عليها كمان شويه شوربه لحمه.
بس كده. وهسيبها بقى تغلي غلوتين. هنا حطيت بهارات، حطيت فلفل اسمر وحطيت كمان ملح، وظبطت الملح بتاعها كويس قوي. وهسيبها بقى ان هي تاخد غلوتين. كده كده اللحمه بتاعتي مستويه، واللوبيا بتاعتي مستويه، وكمان الطماطم متسبكه وجاهزه. فانا هخلي الكلام ده كله ياخد من طعم بعض. هتاخد غلوتين كده على النار وخلاص على كده. يعني ممكن تاخد معاكي 10 دقايق على النار بس كده يغلوا مع بعض، وهتبقى معاكي احلى لوبيا ممكن تاكليها في حياتك. هنا بقى كانت غليت اول غلوه كده، هغطيها تاخد لها بتاع 5 دقايق 10 دقايق على النار، وخلاص كده هوريها لكم بقى وانا بغرف. بجد اكله حلوه جدا. انا عن نفسي اكلتها بالعيش البلدي عادي خالص. آم، حلوه جدا. ممكن تاكلها برز بشعريه، رز ابيض، رز معمر، اي حاجه انتي حابه تاكليها. يعني تاكلي لوبيا معاها بتبقى حلوه بصراحه. بتبقى حلوه جدا 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 بالعيش كمان الفلاحي او عيش القمح. بتبقى حلوه جدا. يعني عملت قبل كده معاكم على القناه عيش القمح وعيش الفلاحي، ادخلوا شوفوه برضو، الطريقه جميله قوي. اهو هنا بقى غرفتها، شايفين شكل اللوبيا واللحمه بجد. وكانت الريحه خطيره خطيره خطيره. بتحط بقى جنبيها مخلل، بتنجان مخلل، مخلل مشكل اللي انت حباه، وبتبقى احلى اكله. وبالف هنا وشفا. جربوها بنفس الطريقه دي، مش هتاخد معاكم وقت خالص. يعني انت مثلا لو سلقت اللحمه قبليها بيوم وعملتيها ونقعتيها قبلها بيوم، خلاص على كده فاضل معاكي بس ايه؟ الصلصه، وان انت تسلقي اللوبيا، وخلاص على كده. بجد ما اخدتش وقت معايا خالص خالص خالص، وكانت جاهزه معايا. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات، وقولوا لي برضو انتوا بتعملوها كده ولا بتعملوها بطريقه تانية. وما تنسوش بقى تدوسوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتنا اللي احنا بنعملها مع بعض. اشوفكم في رعايه الله في فيديو جديد.